السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. زي ما عودناكم بنتابع معاكم كل جديد. تعالوا النهاردة ناخدكم في جولة على مسار مترو أبو قير من أول العصافرة لغاية ما نوصل لسيدي بشر. زي ما احنا شايفين على شمالنا كده المسار هنا أصبح مكتمل بالنسبة لحوائط الأمان. تم تركيبها بالكامل من أول المنظرة لغاية محطة العصافرة. كنا صورنا معاكم قبل كده لحظات تركيب حوائط الأمان في العصافرة، ما بين العصافرة والمنظرة وما بين العصافرة وميامي. كنا صورنا لكم قبل كده لما ركبوا الكاميرات ما بين المسار وما بين المحطة. زي ما هنشوف دلوقتي قدامنا، ادي الكاميرات دي ركبت جديدة، دي ما بين المسار وما بين المحطة نفسها او جسم المحطة نفسه زي ما احنا شايفين كده قدامنا. تمام، الكاميرات دي كانت لسه ما ركبتش، لسه راكبة قريب، وكنا عملنا فيديو شورت كده عنها وعن البلاطات الخرسانية اللي ركبت بتاعة سقف المحطة. تمام، من تحت او الدور الارضي وسقف المحطة بتاعه. زي ما احنا شايفين قدامنا اللي العامل واقف عليها دي بلاطات خرسانية سابقة الصب، بتيجي تتركب أعمدة. تمام، زي ما احنا شايفين قدامنا. تعالوا هنقرب برضو شوية ونوريكم المنظر عامل ازاي. ادي دي البلاطات الخرسانية دي جت وركبت على طول ما بين الأعمدة زي ما احنا شايفين بتاعت جسم المحطة اهو، زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام، دي تعتبر سقف الدور الأرضي بتاع المحطة. لسه بقى سلالم المحطة للدور الأول فوق. طبعا زي ما احنا عارفين محطة العصافرة هتبقى من تحت، تخش تقطع التذاكر وتطلع على فوق تركب المترو. هنجيب لكم برضو صورة للمحطة ونوريها لكم هيبقى شكلها عامل ازاي. هي وسيدي بشر وميامي تقريبا كلهم هيبقوا نفس الشكل. تمام، هنا جسم محطة العصافرة زي ما احنا شايفين، وهنا برضو البلاطات الخرسانية اللي اتكلمنا عليها. وفي الناحية التانية هنا برضو ربط المسار مع جسم المحطة عن طريق الكاميرات اللي ركبت هنا. وهنا حائط الأمان زي ما قلنا ما بين العصافرة. بقى كده احنا رايحين على محطة ميامي. ما بين العصافرة وميامي برضو بيتم تركيب حائط الأمان زي ما احنا شايفين قدامنا. هنكمل معاكم ونشوف حائط الأمان وصل لغاية فين. وفي الأيام اللي فاتت كنا صورنا لكم محطة كفر عبده، وصورنا لكم من أول الإصلاح لغاية ما وصلنا أبو قير، وشوفنا الموقع الجديد بتاع محطة أبو قير. كده احنا في اتجاهنا رايحين ناحية محطة ميامي. محطة ميامي طبعا من المحطات المستحدثة، ما كانتش موجودة أيام قطر أبو قير، لكن هتبقى موجودة ضمن محطات مترو أبو قير. زي ما اتكلمنا دي تعتبر أول محطة مستحدثة، هم عددهم 5 محطات. محطة ميامي، وبعد كده هيبقى في محطة محمد نجيب، ومحطة كفر عبده، ومحطة سبورتنج، ومحطة باب شرق. دول ال5 محطات الجداد. اللي مش متابعنا او ما تابعناش قبل كده، احنا بنذكركم يعني بالمحطات الجديدة اللي موجودة على مسار مترو ابو قير. تقدروا برضو ترجعوا للفيديوهات التانية قبل كده. بالنسبة لمسار مترو ابو قير كنا غطينا فيديوهات كتيرة من اول ما ابتدوا الشغل، هتلاقوها موجودة كلها جوه قائمة واحدة تحت اسم مترو اسكندرية. تمام، ده على قناتنا على اليوتيوب. زي ما احنا شايفين اهو داخلين كده على 45. وزي ما احنا شايفين معاكم حوائط الأمان تم تركيبها لغاية ما وصلت ل45. تعالوا بقى نكمل ونشوف هتوصل معانا لغاية فين برضو، أو كملوها لغاية فين. تمام، كده احنا هنقرب لنفق 45. فنفق 45 نفق من الأنفاق المكملة معانا على مسار مترو أبو قير. عشان هنا في طبعا اتجاهين، اتجاه قبلي واتجاه بحري. تمام،
وفي كمان طريق بيعدي من تحت النفق هنا، رابط ما بين مصطفى كامل وما بين البحر. اما بالنسبة بقى لمحمد نجيب فهيتم ردمه، وهيبقى في مكانه كوبري، بس هيتم ردم الجهة البحرية من بحر السكة، تمام. وهيبقى مكانه طلعت كوبري تعدي من فوق شارع جمال عبد الناصر لغاية ما يوصل قبل العيسوي، تمام. والجهة القبلية هيتم فتحهم على بعض، وهيبقى فيه محور محمد نجيب، تمام. ده هيبقى جايب برضو من مصطفى كامل لغاية ما يوصل للبحر، عن طريق برضو كباري هتتعمل في مصطفى كامل. خلينا نشوف معاكم ان شاء الله في الايام اللي جاية ايه اللي هيتم، خصوصا ان هم دلوقتي بيخلصوا الكوبري بتاع محمد نجيب اللي هو في شارع محمد نجيب نفسه، الجزء اللي هو ناحية العيسوي. اما الجزء اللي ناحية نفق محمد نجيب لسه ما ابتدوش فيه. فخلينا نتابع معاكم ونرجع هنا معاكم قدامكم اهو محطة ميامي. ده جسم محطة ميامي. لو لاحظنا ان هنشوف حوائط الامان خلاص قربت على محطة ميامي او شبه اكتملت لغاية محطة ميامي. هنا بقى محطة ميامي قدامنا اهي زي ما احنا شايفين، جسم المحطة بقى موجود. هنا مفيش غير كاميرا هي اللي ركبت ما بين المسار وما بين المحطة، تمام. لسه بقى هنشوف ايه اللي هيتم هنا في محطة ميامي، كمان متابعين معاكم اول باول. طبعا اول ما بيحصل حاجة على طول بنعمل لكم فيديو وبنتابع معاكم كل جديد بيحصل. كده احنا سيبنا محطة ميامي ورايحين على محطة سيدي بشر، تمام. محطة سيدي بشر برضو المحطات الكبيرة على مسار مترو ابو قير، يمكن اكبر محطة على المسار حتى ايام قطر ابو قير، لان كان فيها مكان لتحويلة، تمام. هنشوف برضو وصلوا فيها لايه. خليكوا معانا نكمل ونشوف محطة سيدي بشر هيبقى شكلها ازاي. كنا قبل كده نزلنا برضو صور للمحطات او اشكال المحطات. طبعا في محطات هندخلها هتبقى سطحية يعني على الارض، زي سيدي بشر والعصافرة والمندرة وميامي، تمام. هندخل المحطة وفي الارض هنقطع التذكرة، وبعد كده نطلع الدور عشان نركب المترو، تمام. اما مثلا اصلاح وتصن لا، هنطلع من الشارع كده عبارة عن كوبري زي كوبري المشاة، تمام. هنطلع دور اول علوي فوق، هنقطع التذكرة وبعد كده نطلع دور تاني علوي، هنركب المترو على طول، تمام. ادي قدامنا محطة سيدي بشر زي ما احنا شايفين. برضو هنا جسم المحطة هو اللي موجود، لكن لسه الكاميرات اللي تربط المسار ما تمش تركيبها، تمام. كده احنا في طريقنا تاني راجعين ناحية ميامي. زي ما احنا شايفين قدامنا المسار بقى هنا اوضح شوية، يمكن الشجر كان مداري علينا شوية، فهنا المسار خلاص يعتبر شبه مكتمل بالنسبة للبلاطات الخرسانية وبالنسبة للكاميرات والكلام ده. فاضل بس حائط الامان اللي هيركب برضو ما بين سيدي بشر وميامي، تمام. هما طبعا واخدينها كده بالتدريج. خلينا بقى نتابع معاكم ونشوف واحنا راجعين اهو في الاتجاه بتاع ميامي. طبعا المسار بقى حاجة تانية خالص. لو كنا صورنا مثلا من سنة وشوفنا المسار كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي، دلوقتي بقى حاجة تانية خالص، وهيبقى حاجة برضو تانية لما يتم فتح طريق في الاتجاهين ما بين قبلي وبحري، وبيبقى فيه ملفات هنا من تحت المسار. هيفرق جامد جدا في طريق او شارع ملك حفني. تعالوا بقى نشوف محطة ميامي لما عكسنا الاتجاه. احنا كده في اتجاهنا راجعين تاني لمحطة ميامي. تعالوا بقى هنا نشوف، هنا تم تركيب كاميرتين على المسار هنا ما بين المسار وما بين محطة ميامي او جسم محطة ميامي. ومع نهاية المحطة برضه هناك في اخر المحطة برضه تم تركيب كاميرتين ما بين المسار وما بين جسم محطة ميامي.
هنشوفهم دلوقتي قدامنا. ادي اهو زي ما احنا شايفين ده جسم محطة ميامي، ودول الكاميرتين هم اللي ركبوا ما بين المسار وما بين محطة ميامي. تمام. الشغل طبعا كل يوم عن يوم بيفرق، وكان في تصريحات طبعا للسيد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واتكلم ان خلص او انتهى من الشغل حاليا 30% من الأعمال بالنسبة للأعمال ككل، مش الأعمال الخرسانية، الأعمال ككل. لسه طبعا اعمال الالكتروميكانيك، وطبعا في وصلات وفي توليد قوة، وطبعا اللي هيمد المترو بالكهرباء، ولسه في محطات او ورشات العمرة الجسيمة، سواء اللي بتتعمل في كفر عبده او اللي بتتعمل عند توسن. تمام. لكن قدامنا الاعمال الخرسانية تعتبر عدى منها نسبة كبيرة أو جزء كبير اتعمل من بالنسبة للأعمال الخرسانية اللي احنا بنشوفها على المسار. يعني يعتبر المسار من أول أبو قير لغاية ما وصلنا هنا سيدي بشر، يعتبر معظمه منتهي بالنسبة للكاميرات وبالنسبة للأعمدة اللي شايلة المسار. وكمان دلوقتي شغالين بيركبوا حوائط الأمان في الأماكن اللي انتهت فيها البلاطات الخرسانية بتاعت مسار مترو ابو قير. احنا كده وصلنا معاكم ل45 تاني. اللي قدامنا ده كوبري ميامي او كوبري جمال عبد الناصر، ده اللي بيجي من عند الأكاديمية لغاية ما يعدي ينزل في الاتجاه اللي رايح للعصافرة او العكس. تمام. اتجاهنا كده المفروض يطلعنا على البحر. تمام. فكده احنا جولتنا انتهت بالنسبة لمسار مترو ابو قير. انتظرونا بقى في جولات تانية كتير. طبعا بنتابع معاكم كل المشاريع، واهمها طبعا مشروع مترو اسكندرية. خليكم معانا ودايما تابعونا، هتلاقوا عندنا كل جديد بيخص اسكندرية ان شاء الله. نكون عند حسن ظنكم. كمان بنعمل ريفيوهات عن اماكن سياحية واماكن ترفيهية ومحلات. وزي ما اتكلمنا قبل كده، لو حابين نعمل ريفيوهات عن محلات تقدروا تكتبوا لنا في الكومنتات. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية جولتنا النهاردة. نشوفكم ان شاء الله على خير، وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله.